حياكم الله، أهلا وسهلا. طبعا دعني أولا أتكلم عن التراث اليمني بشكل عام. اليمن تعتبر واحدة من أهم الحضارات في التاريخ البشري ومن أقدمها، وتمتلك ثروة ثقافية وتراثية، كما أن اليمن هي كانت في ملتقى الحضارات، ولهذا هي تأثرت وأثرت في بقية الحضارات ولم تكن حضارة منغلقة على نفسها. فاليمن أيضا ما يميز التراث والتاريخ اليمني أن هذا التاريخ هو تاريخ حي. فاليمني ما زال مثلا على مستوى اللباس يلبس الألبسة التقليدية التي لبسها أجداده منذ آلاف السنين، ما زال يسكن في المباني التي بناها أجداده منذ آلاف السنين، ولهذا التاريخ اليمني هو تاريخ حي. اليوم مشاركتنا هنا باسم الجالية اليمنية في تركيا هو يأتي ضمن أهدافنا التي تتعلق بموضوع الثقافة ونشر الثقافة اليمنية وتعريف يعني الناس من عدة دول بهذه الثقافة الغنية، هذه الثقافة الموروثة منذ آلاف السنين والتي ما زال اليمن يعتز بها إلى اليوم. كما أننا كشعب يمني وكأمة يمنية لنا تداخلات سواء مع تركيا أو مع بقية الحضارات المتواجدة في هذا المعرض، فحبينا أن نشارك في هذا المعرض المهم. كما أن هذا المعرض هو يهتم بموضوع الثقافة الإسلامية والفن الإسلامي بشكل عام، واليمن هي واحدة من أقدم حواضر الإسلام، ولهذا وجودها في مثل هذه المنابر مهم جدا. ويعني اليمن غنية أيضا بالتراث الإسلامي، وحبينا أن احنا نعرف بثقافتنا وبتاريخنا الإسلامي. وشكرا. ما هو أبرز التراث اليمني؟ ما هو يعني أبرز التراث اليمني في اليمن؟ اليمن لديها عدة تراث، سواء في التراث المعماري يوجد لدينا مدن بأكملها مبنية تاريخيا كمدينة شبام التي تعتبر أول ناطحات سحاب في العالم. لدينا مدينة صنعاء القديمة التي تعتبر من أول مواطن التي سكنها البشر يعني. فالناس في القديم كانوا يسكنون الخيام والمباني القليلة، واليمنيون كانوا يسكنون في ناطحات السحاب. فنتكلم عن مباني من 16 دور من 17 دور مبنية منذ آلاف السنين. كما أن اليمن غنية بالتراث الإسلامي، فيوجد لدينا مساجد تاريخية كجامع المحظار، أو ثالث جامع في الإسلام الذي هو جامع صنعاء الذي بني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن اليمن تمتلك تراث ثقافي سواء على الأزياء الشعبية، فكل منطقة في اليمن تتميز بتراث وبزي شعبي خاص، سواء في المناطق الشمالية معك المناطق الساحلية والمناطق الصحراوية تختلف هذه الأزياء. أيضا إلى جانب ثقافة المأكولات وثقافة أيضا العادات والتقاليد التي تنظم حياة الناس، والتي ما زالت إلى اليوم مهمة في حياة المجتمع اليمني، وما زال اليمني يهتم إلى هذه العادات والتقاليد التي تساعد في تنظيم حياة الناس إلى جانب القوانين الرسمية للدولة. شكرا لك.